يا مساء الحب والسعادة على الناس الحلوة بزيادة. لو أول مرة تشوفوني ياريت تشتركوا في القناة عشان تشوفوا كل حاجة حلوة أنا بعملها، ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. النهاردة هنعمل حاجة خطيرة بمناسبة تجهيزات العيد. هعمل لحمة اسمها لحمة راس. بصراحة أنا أول مرة أعملها. دايما بعمل اللحمة العادية مع الفتة بقى بتاعة العيد. بس بصراحة في واحدة صاحبتي قالت لي إن اللحمة العادية غالية، ودي نص تمن اللحمة العادية. فبصراحة قلت أجربها، وطلعت تجربة ناجحة خالص، هتعجبك في منتهى الجمال والروعة. الأول أنا جبتها وأما قطعتها وغسلتها بمية وملح وليمون وصفتها من المية، وهعمل لها أحلى تتبيلة في الدنيا. في محضرة الطعام بتاعتك أو الكبة: طماطماية، فلفلتين حمر، فلفلتين خضر، 3 بصلات، 10 فصوص توم. هتضربيهم جامد لغاية ما يتهروا خالص على الآخر، وتجيبي اللحمة بتاعتك وتحطي التتبيلة الطعمة دي عليها، ومعلقة بقى من بهاراتك: فلفل أسمر، زنجبيل، بابريكا، كاري، و7 بهارات. وبيديك الحلوين دول تقعدي بقى تقلبيهم لغاية ما اللحمة تتشرب التتبيلة كلها. بجد اللحمة دي هتبقى في منتهى الجمال، لأن التتبيلة هتوديها في حتة تانية خالص، هتنقلها من الطعم اللي هي فيه لحتة تانية، هتخليها طعمها جنان. صدقوني لما تجربوها هتعرف. سبتها دلوقتي في التلاجة لمدة ساعتين في التتبيلة. أنا كنت مستعجلة، ممكن تسيبيها 4 ساعات براحتك. وجري على البوتاجاز حطيت في طاسة معلقة زبدة، وهشوح اللحمة بتاعتي تشويحة حلوة كده. أنا حطيت اللحمة بتاعتي دلوقتي على الزبدة علشان تتشوح، ولازم تتشوحيها التشويحة تمام، لازم انها تتشرب التتبيلة وتبقى حلوة. ياه على الريحة، ده الريحة طالعة جنان، حلوة خالص، تحفة في منتهى الجمال. تقلبيها التقلبتين الحلوين بتوعك لغاية ما تتشرب كل التتبيلة. شفتي عاملة ازاي؟ انا بوريها لك. لا لا لا، ده خطيرة. امال لما تستوي هتبقى عاملة ازاي؟ ومجهزة المية بتاعتك السخنة علشان تحطيها بعد ما اتشوحت، وتسيبيها بقى تستوى براحتها. وعلى فكرة طلعت صغيرة واستوت ايه مفيش ساعة الا ربع بالظبط لقيتها استوت. ياه ودايبة دوب. لا ده خطيرة. لا ريحتها حلوة قوي بصراحة. التجربة دي كويس اللي انا جربتها. لا ده انا هعملها على طول لولادي. موفرة طبعا في الوقت، لانها اخدت ايه اقل من تسوية اللحمة العادية. موفرة طبعا في الفلوس بتاعتك. لا حلوة وبخيرها في منتهى الجمال. يعني الكيلو من لحمة الراس دي تمنها بنص تمن لحمة البلد العادية، يعني هتوفري. نسيبها دلوقتي بعد ما استوت ونروح جري نعمل التقلية بتاعتنا. 10 فصوص توم مقطعينهم تقطيعة حلوة كده، مع معلقة زبدة على النار نشوحها. وبعدين نص كيلو طماطم مضروبة في الخلاط وتحطيها على التتبيلة بتاعتك. تقليبتين حلوين كده لغاية ما تسبك التقلية. والشوربة بتاعت لحمة الراس هنحط بالظبط 3 معالق أو 3 كبشات من الصلصة على التقلية. وبعدين هنروح نجيب الطواجن بتاعتنا بتاعت اللحمة، هنوزع فيها اللحمة. هنوزع فيها اللحمة. اصلا انا ايه هحطها في الفرن عشان اعمل لها التتبيلة التمام والوش الجميل البلون البرونزي الحلو بتاعنا. هنحط التتبيلة عليها اللي هي التقلية، اللي هي التوم والصلصة، وعليها شوية شوربة من البهاريز بتاعت اللحمة. حلوة خالص كده، جاهزة انها تتحط في الفرن عشان تعمل اللون البرونزي الجميل. وقلت معاها اقطع شوية عيش، يعني 3 4 ترغفة، قطعتهم حتت صغنونة،
وحطيت معلقة زبدة عليها علشان احطهم هما الاتنين في الفرن يتحمروا. ويلا بينا علشان نعمل الرز بتاعنا الجميل. معلقة زبدة على النار، وطبعا نص كيلو الرز غسلته ونقعته 10 دقايق كده، وصفيته من المية وحطيته في الزبدة، وهقعد اقلبه شوية علشان ياخد طعم الزبدة. بس كده. هنحط ايه بقى؟ هنحط ورقتين ورق لورا، براحتك ممكن تحطي حبهان بس انا ما كانش عندي حبهان، ومعلقة ملح، وبرضه هنشوحهم تشويحتين حلوين كده لغاية ما الرز يتشرب الزبدة بتاعتك. بس كده. ومجهزة طبعا المية السخنة بتاعتك علشان تحطيها على الرز وتغطيه وتسيبيه علشان يستوي. ويلا بينا علشان نشوف نطلع اللي في الفرن. ايه الروايح الجامدة دي؟ ويلا بينا نشوف الحركة دي. جبت بقية التقلية مع البهاريز الشوربة بتاعت لحمة الراس، واحطها على احلى عيش متحمص في الدنيا عشان اعمل الفتة الخطيرة بتاعتي. انا حطيت العيش المتحمص في النص، وحوالين منها الرز بتاعي المفلفل، وحطيت بقى يا الشوربة. لا لا لا، ده حلوة خالص. وكمان شفتي طلعت لحمة الراس من الفرن، اللون خطير ولا الريحة والطعم جنان، تحفة تحفة تحفة. وكمان اللحمة دايبة دوب. لا لا لا، الحاجات دي فعلا خطيرة، اصلها معمولة بكل حب وسعادة، فلازم تكون حلوة وخطيرة. فعلا يا جماعة الأكلة دي كانت تستحق التجربة بجد. أنا هعمل على طول لحمة الراس دي، حلوة خالص مع الفتة السمينة والرز المفلفل. وكل سنة وانتوا طيبين وبسعادة وصحة بجد. لا، العيد جميل السنة دي مع الفتة الحلوة دي واللحمة الجميلة ما شاء الله، بألف هنا وصحتين. ياريت كل واحدة يا ست الكل تجرب الأكلة الطعمة دي لحبايبك، صدقيني هتعمليها على طول ومش هتبطلي طريقة عمايلها. أنا عن نفسي هعملها على طول في كل المناسبات. وقلت بقى ايه، احط شوية من لحمة الراس على الفتة علشان تبقى طريقة التقديم حلوة خالص، روايح جامدة وخطيرة ما شاء الله بجد، حلوة خالص. ياريت يا ست الكل تجربيها. ومع الوليمة دي عملت شوية ممبار بيسموه بوبوس، اللي هو الممبار المكور الصغير. ان شاء الله هوريكم طريقة عمايله في الفيديو الجاي ان شاء الله. شفتي شكل الفتة خطيرة، تتاكل اكل ولا الروايح؟ يا روايحك يا مطبخ كوكي ما شاء الله، بألف هنا وصحتين. واستنوني مع طريقة جديدة وأكلة جديدة من مطبخ كوكي. كل الناس بيحبوكي، بحبكم في الله، وكل سنة وانتم طيبين وبصحة وسعادة.